اسمعوا بقى التسجيل اللي جاي ده الصادم والصاعق لكل واحد مسيحي. احنا في الكنيسه القبطيه خايفين موت نيجي ناحيه الانجيل العربي، خايفين موت. انتوا لو تفتكروا في الاعياد كان قداسه البابا شنودة بيخلي الشماس يقرا الانجيل من الطبعه البيروتي مش من القطمارس. القطمارس ده عباره عن ايه؟ صلوات اللي بيصلوها بيبقى عباره عن اقتباسات من الكتاب المقدس. طب يا ترى ليه بيخلي يقرا من نص الفان دايك مش القطمارس؟ عشان تلفزيون الناس عايزين تسمع يقولوا الله ده بيقروا انجيل محرف. لانه مختلف عن اللي ما بين ايدينا. بيقولوا الله ده بيقروا انجيل محرف. قطمارس بالنسبه للناس بيبقى انجيل محرف. ده الانجيل اللي بيقروه في الكنيسه غير الانجيل اللي في ايدينا. لان في اختلاف ما بين القطمارس والنص الفان دايك. بيضطر نقرا من البيروتي في الكنيسه عشان الشعب الغير المسيحي ما يقولش الانجيل بتاعنا محرف. الشعب غير المسيحي احنا بقينا بنطلع يا فندم الكلام ده، بقينا بنطلعه للمسيح عشان اللي انتوا خايفين منه احنا بنعمله، عشان نعرف المسيح ان ده مش كلام ربنا، ده مستحيل يبقى كلام ربنا، ولا دي ولا دي ولا دول ولا دول ولا اللي تحت ولا اللي فوق. شوفوا قمة التدليس والكذب، بيقروا من نص مختلف مع ان الطبيعي يقروا من القطمارس، لا بيقروا من الفان دايك. ليه؟ اصل الكلام ده بيتذاع، يجي المسلم يسمع يقول لا ده في كتاب محرف كده. في خوف عندنا في مصر من الحته دي. مستعارين من دينكم ليه؟ ما تطلع وتقول في اختلافات ما بين ده وده واليوناني، ما تطلعوا تقولوا. عشان الفكر قسما بالله كنيسه خايفه من المسلم، انتوا ما بتخافوش من ربنا؟ ضميركم بيبقى مرتاح بجد وانتم مضللين المسيحيين كده؟ عشان الفكر مصيبه والله، الفيديوهات دي كارثيه.